كمال الاجسام المفروض ان هي رياضه زي اي رياضه موجوده على الكوكب، بس الفكره انها تعتبر اكتر رياضه موجود فيها نصب وسرقه. يعني مثلا بيبيعوا منشطات على اساس ان هي مكملات غذائيه، او ان هم بيبيعوا كورسات اونلاين فيك. عارفين اللي عامل الكورس جسمه عامل كده. او الاهم، لو انت ما لعبتش الرياضه دي صح، هي بتعلي نسبه وفاتك، ان انت مثلا ممكن تموت وانت عندك 47 سنه. دي النسبه المعروفه في الكوكب، بس هم مبسوطين. الناس عندهم عضلات بدل الدهون. انا بعتقد ان هو الاثنين نفس الشكل. يعني مثلا بيج رامي ده لو نزل لي مثلا خناقه في المنطقه هنا، انا بجد هزعله جامد. ليه بقى؟ اضربه واجري على طول، اديله قلمين على طول واجري، مش عارف يجيبني. هو عم يحرك رجله بس ويرفعها الخطوه الاولى، يكون خلاص حرق كل الاكل اللي في بطنه. بس في ناس احيانا بيبقى معاهم فلوس وجسمهم حلو، والحاجتين دول لو اجتمعوا في شخص بلس ان هو بيعمل كونتنت على السوشيال ميديا، فانت بجد هتشوف اسوأ شخص ممكن تشوفه على السوشيال ميديا. هتلاقيه طالع على طول في التايم لاين بيهزقك، او اتاخرت على الجيم 5 دقايق مثلا، تبقى مصيبه سودة. ومع زياده المسابقات اللي هدفها ان هي تكسب اكتر واحد عنده عضلات، زاد عدد الناس اللي عاوز تكسب المسابقات دي. كل الناس عايزه فلوس. حرفيا في مصر في 100 مليون بني ادم، 20 مليون واحد منهم واخد بطوله الجمهوريه. انا نفسي افهم ازاي. انا قعدت مع ناس كتير فشخ واخدين بطوله الجمهوريه. هو ده لقب شرفي مثلا ولا اسم دلع؟ كل ما اقعد مع حد يقول لي انا واخد بطل الجمهوريه 1955 تبع ده هتلر على طول. المهم ان الرياضه دي ما دام فيها فلوس، في ناس كتير بتسعى ورا الفلوس دي، ففي ناس كتير قوي هتستغل الموضوع ده. انت رايح فين يا دره؟ صاحب شركه جون 1 عزمني في بيته. بضحك لان الحاجات دي عاده مش بتحصل في امريكا يعني. هو حرفيا دلوقتي اي حد راح الجيم واتمرن بس لمده سنه خلاص كده الراجل ده ابروفد من وزاره الصحه العالميه بالهند، ان هو خلاص يقدر يقول لك ازاي تظبط جسمك المدهن ده. بس للاسف الموضوع ملوش علاقه بالرياضه خالص، ملوش علاقه بكمال الاجسام. الموضوع اكبر من كده بكتير. محمود الدر لعب كمال اجسام عادي خالص، خد بطوله الجمهوريه اللي مصر كلها خدتها، وحس ان هو بطل الجمهوريه زي ما كل اللي بياخدوا البطوله دي بيحسوا. سافر على كندا عشان عاوز يقبض بالدولار الكندي، زي ما اي حد مصري عايز يقبض بالدولار الكندي. بس طريقه خد سكه تانية، خد سكه بودي بيلدينج وكمال الاجسام والحاجات دي، لحد ما اشتغل كويس في كندا وخد بطوله جمهوريه كندا اللي هتلاقي فيه مليون واحد عندهم خدها عادي خالص. بس الفرق ان هو عندنا هنا في مصر هياخد 100 جنيه وكيلو بانيه، لكن هناك هياخد له $100,000 اللي هو حوالي 100 مليون جنيه. بس كده تحقق عندك الشرطين الاساسيين عشان تكون اسوأ شخصيه موجوده على النت. واحد معاه فلوس وجسمه كويس وبقى يقدم لنا محتوى على النت. محتوى الدره على النت المصري عباره عن محتوى تحفيزي، او هو شايف كده. لو انت مش هتضحي بالحاجات الصغيره اللي بتحب تعملها كل يوم، فانت هتضحي بحاجه بتحلم بيها طول عمرك. انت انت دماغك في زفت. الساوند اللي انت اول ما تسمعه خلاص تبدا مذاكره، تصور نفسك فيديو تيك توك على الساوند ده وتقوم تنام. او مثلا الفيديوهات اللي بيتكلم فيها عن الشغل والفلوس، تلاقيه طالع طول الفيديو بيفليكس علينا بقد ايه هو معاه عربيات وقد ايه معاه فلوس كتير وقد ايه هو هيجيب عربيات كمان. يعني انت هو مش هو جاب عربيه، انت خلاص اشتغلت طول حياتك وجبتها، هو هيجيب واحده ثانيه. ابدا بقى من الاول. توكيل عربيات فراري بيحفزني، كل ما اعدي من جنبه بحس الحصان بيعمل لي كده، يقول لي مش هتجيبني. النهارده انا مش بكلمكم كمصري، فانا مش مصري، انا كندي الجنسيه. I'm not Egyptian, I'm Canadian. Je ne suis pas égyptien. بوينت اوف فيو، سمعت كلام اهلك واتسوحت. وبعدين ان هو مستخدم بوينت اوف فيو غلط. يعني انت مش ميم لورد يا ضر، يعني ما تحاولش تهزر، بطل شغل التصابي اللي انت فيه ده. ها يا ترى لما تسمع كلام اهلك وتتسوح، يعني ايه البوينت اوف فيو في كده؟ متشكر جدا على النصايح بتاعتكم، ضيعت وقتي وضيعت وقتكم، فمتشكر جدا. اخر مره هاخد بالنصايح بتاعتكم، سيبوا لي ما تدوليش اقتراحات. ماشي. وفر ليا وليك، ما تدليش اي اقتراحات. الصراحه لو انت طفل عندك 15 16 سنه 17 سنه لسه في مدرسه عموما او في كليه، فبصراحه يعني ده انسب فيديو تتعلم منه كل حاجه. يعني بجد تتخيل انت في 2024 لسه بتسمع كلام اهلك؟ احنا في 2024. انت ازاي مش كل يوم بتصبح ابوك وتمسيه بعلقه؟ ما قالش ان هو بيضرب اهلنا صح. وده فيديو كويس فشخ للاودينس بتوع التيك توك اللي هم من حوالي 10 سنين ل 25 سنه، اللي هم حرفيا لسه شخصيتهم ما اتكونتش، اللي هم يشوفوه فعلا. يعني انت ازاي تسمع كلام اهلك؟ او مثلا فيديو زي ده، ضر ماشي عادي ولابس يونيفورم بودي جارد رقاصه، لا دمبل، ردة فعله التلقائيه. هو دي حاجه ممكن بتوع الجيم بس اللي يفهموها، انا ما بفهمهاش الصراحه. وكان في فيديو قديم ليه برضو الناس كانت بتتريق على لون العلم او شكل العلم اللي هو حاطه على العربيه بتاعته. هو جايب عربيه فيراري غاليه فشخ، ربنا يزيده، مش بحسده. المهم ان الفانز استفزوه لدرجه ان هو فعلا طلع اتضايق واشتمهم فيديو تاني. الناس اللي بتقول لي العربيه شكلها بيئه او ايه اللي انت عملته ده ومش حلوه، انت مالك انت بالعربيه؟ روح هات لك انت الفراري بتاعتك ولا عربيه بنص مليون فيها اللي انت عايزه. طبعا رده يحسسك ان انت مش من حقك تتكلم عن حاجه هو خد رايك فيها. بصوا يا جماعه الحركه دي هتعجبكم.
فاهم؟ يعني هو خد رايك في حاجه زي كده لان هو ده شير، اللي هو شارك حاجه زي كده على السوشيال ميديا. انا بحس ان هو بيورينا الفيديوهات وهو مكتفنا كده، فانت لو قلت حاجه مش عاجباك انت ايه تفتح بقك ليه؟ روح بقى شوف النصان الصاني بنت المشكله ان هو بيجي يتضايق اصلا من العيال بتوع اركان ووتر واي والناس دي، الناس اللي بتصرف بالدولار دي. ولا لا بتصرفي كام في اليوم في الساحل؟ دولار ولا يورو؟ الدولار ولا يورو؟ الفكره ان الدولار كان نفسه يدخل فنون جميله وللاسف كمل في الجيم. انا كنت عايز اخش فنون جميله. يعني مش عارف ربنا ابتلانا بكليه فنون جميله دي ليه؟ ما هو انت يا اما ما تدخلش وتبقى هتلر او محمود الدره، يا اما تدخل وتبقى فين بوي. انا مش فاهم ايه الكليه دي، الكليه توكسيك فشخ. الدره طبعا محتواه معتمد على ان هو قد ايه هو معاه فلوس وقد ايه هو يقدر يوزنك كبني ادم ذهب، ومعاه عربيات كتير فشخ، يا فقير يا مصري يا هو حرفيا اول ما عرف ان العراق بيقبض اكتر مننا ب 20 سنت راح عمل نفسه صدام حسين وستوب. تاجر هساني عراقي خلاص. الفكره ان هو معتمد بنسبه كبيره على اليوتيوب كمصدر دخل، سواء كان من الماركتنج اللي بيعمله المنتجات هو عاملها او منتجات لشركات معاه، او فلوس اللي بياخدها من اليوتيوب من ورا الاعلانات اللي بتيجي على الفيديوهات بتاعته. اصل انت ما تقنعنيش ان في واحد غني هيجري جري على اليوتيوب اول ما في ترند جديد يطلع يتكلم عنه. يعني هو مثلا شغال في شركه مكملات غذائيه اسمها ريدكون، خليك فاكر اسم الشركه دي عشان هنرجع له كمان شويه. هو شغال زي اي كونتنت كريتور، الشركه دي بترعاه وبيسوق لها المنتجات بتاعتها في الشرق الاوسط، فهو مطالب ان هو طول الوقت يثير الجدل او طول الوقت يعمل فيديوهات كونتروفيرشال عشان الناس تدخل كونتروفيرشال اللي انا فيها، عشان الناس تدخل عنده على القناه وتتفرج على الفيديوهات فيبصوا على المنتجات اللي موجوده فيشتروا، انت فاهم؟ فهو مهتم قوي ان هو يعمل فيديوهات تثير الجدل. حتى بالمناسبه موضوع الكومنت اللي كان عامله من سنه لما طلع ترند تاني والناس كلها بتهزقه، هو طالع مبسوط ان هو باع بنسبه اعلى من الشهر اللي فات. نرجع تاني لشركه ريدكون ده انا لسه قايل لك من شويه عليها. انت لو عملت سيرش على النت ودورت على اسم الشركه دي هتلاقي صاحبها واحد اسمه ارون سينجرمان حاجه زي كده. الراجل ده المفروض اي حد يقاطعه، انت فاهم؟ ايه دي اسرائيلي نازي اي حد يقاطعه، لان هو مش خطر، هو خطر على البشريه بجد. هو كان اتقبض عليه وخد 54 شهر في السجن بسبب ان هو كان بيبيع منشطات على اساس ان هي مكملات غذائيه. يعني انت راجل نضيف ورايح تشتري مكمل غذائي وبعيد كل البعد عن المنشطات، فجاه تلاقي نفسك بتاخد منشطات غصب عنك وتلاقي نفسك صلاحيتك انتهت بعد 40 سنه بالظبط. ليه؟ لان محمود الدره مشارك في الشركه بتاعته. اعتقد ان ده مش يعني دي حاجه ما تفتخرش بيها ضر ان انت شغال مع الشركه دي. اي نعم الراجل ده ملياردير، بس ده ما يمنعش ان الراجل دوت وحش. من ساعه طلوع اندرو تيت وبقى فيه كلونز ليه في كل مكان، زي مثلا مكاوي، صلاح ابو المجد، محمود الدره، الناس اللي بتحاول تقلد اندرو تيت باي طريقه ممكنه، زي ان هم يتكلموا عن نظام التعليمي وحش او ان احنا عايشين في ماتريكس ولازم نهرب منها عشان نقدر بقى نعيش ونجيب فلوس الحال الحلوه دي. فكره ان اندرو تيت طبعا بعيدا عن ان هو اسلم، لان بصراحه شخص زي ده انا ما بثقش فيه، هو كان بيتكلم في حاجات كتير وحشه وكان بيعمل حاجات كتير قوي وحشه. يعني هو بدا ثروته اصلا اللي هو عملها دي بعيدا عن المصارعه، لان هم هناك بياخدوا 100 جنيه كيلو بانيه زينا برضو، بس هو فعلا بادئ حياته كلها وثروته دي كلها من بيزنس الويب كام، اللي هو يعني لو انت مش فاهم البيزنس اللي كانت حنين حسام بتحاول تعمله هنا في مصر. فانت متخيل هو جمع ثروته ازاي في البدايه، وبعد كده قام عمل لك بقى كورس الهاسلرز يونيفرسيتي دوت عشان ايه؟ يغسل شويه الفلوس اللي معاه. My current battle against the Matrix. Matrix has attacked me. طبعا كورس هاسلرز يونيفرسيتي هو كورس بيعلمك ازاي ان انت تجيب فلوس اكتر، فبيحط لك مثلا كورسات زي الفريلانسنج او الدروب شيبنج او الشطرنج. مش فاهم بجد ايه الحاجه اللي ممكن تخليني غني لما ابقى بعرف العب شطرنج. المهم ان هو عمل الكورس دوت وكان تسويقه ليه عن طريق المحتوى اللي كان بيحطه على النت، اللي هو يطلع يشتم في النظام التعليمي ويطلع يشتم في البلد ويطلع يشتم فيك انت كبني ادم. هو ده اللي خلاه يتشهر بسرعه كسر الدنيا. طبعا زي اي حاجه وحشه موجوده على الكوكب ليها الفانز بتوعها، الراجل نجح وكسر الدنيا فعلا. طبق الكلام ده بالظبط على محمود الدور على سالب 90% امكانيات. I pay for everything instantly, as a man should. So when you walk into a house and you see mess, why is your lazy ass not doing the right thing and start picking and cleaning shit up? If you're sitting there going, that's sexist. Well, it's sexist for me to fucking pay for everything, isn't it, you fucking bimbo? علما ان انا بوفر للست دلع مفيش زيه، دخل كويس جدا، كل تطلباتها هتكون متوفرة. بما ان انا هوفر للست كل ده، اللي انا هكون بقى متوقعه ان انا جوه البيت وبره البيت عبد الفتاح السيسي الرئيس. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد بيتكلم على واحده، حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد بيجيب سيره واحده من غير ذنب. انا احمد عندي 18 سنه من الفيوم. انت منين بقى؟ اسمك ايه؟ هتلاقي الفانز بتوع محمود الدره هم نفس الفانز بتوع اندرو تيت، اللي هم بيصحوا من النوم ينزلوا يجروا لمده 3-4 ساعات وبعد كده يرجعوا البيت ياخدوا دش ميه ساعه وبعد كده يخشوا يقروا كتب وبعد كده بقى يبداوا يتفرجوا على فيديوهات الدره تاني. ده اقل يوم في حياه واحد بيحب محمود الدره. المشكله ان انت كواحد بتحب محمود الدره هو مش بيحترمك نهائي. يعني في مثلا ناس سالته كانت بتساله سؤال عادي خالص، انت ليه فاطر في رمضان؟ انت مين قالك ان انا فاطر او بفطر يعني او مش صايم؟ جيبوا المعلومات دي منين؟ الشخصيات
الفكره ان افطاره في رمضان فعلا كان محل شك للفانز بتوعه، فالنتيجه ان هم سالوه انت ليه فاطر في رمضان؟ لان هو منزل فيديو بيتكلم يوم حقيقي من حياتي في رمضان. هو بجد بياكل كتير فشخ، مفيش فرق بينه خالص وبين مجدي مكاوي ولا مش عارف اسمه ايه بتاع اكس لارج. ولا لو قلت له مثلا انت ليه عامل وشم على ايدك، تلاقيه بقى ايه قال لك انت ابوك بيتفرج على جاي تقول لي وشم؟ انت بجد؟ يا عم مسلم وبعمل وشم مزاجي انت مال امك انت بمزاجي يا اخي، انا حر اعمل اللي انا عايزه واعمل وشم كمان بكره وبعد. عندك في البيت في الحاجات اللي بتحصل عندك في البيت، انت امك اول ما بتخش تنام ابوك بيروح يتفرج افلام 6، روح اساله بابا انت بتعمل كده ليه يا بابا؟ ومع ذلك هتلاقي ناس كتير قوي بتلحس له في الكومنتات. انا ما عنديش اي مشكله معاهم، كل واحد وعنده الفتش بتاعه من الساديه وهو حر يتصرف فيه زي ما هو عايز. بس اللي بجد انا ما كنتش مصدقه الواد اللي رد على الكومنت اللي كان بيشتم فيه الحديث ريال مدريد، وانا داخل بدافع عنه بيقول له هو كان جاب الكلاب بفلوس اهلك، مش ناقص عبط وتخلوا الناس في حالها. ايه ده؟ انا ما اعرفش بتوع ريال مدريد بيعبدوا ايه الصراحه، بس يعني بعيدا ان هو بيشتم الدين والمفروض ليه عقوبه وبتاع، فهو بيشتم الفانز بتوعه. فانت حرفيا لو لقيت حد انت بتتابعه ولقيته بيشتم الناس في الكومنتات، فانت اكيد المفروض ما تدافعش عنه خالص. وحتى لو عايز تتفرج عليه تتفرج عليه وانت ساكت كده، دي وصمه عار هتفضل لازمك طول حياتك. نتكلم بجد شويه. انا طول الفتره اللي فاتت الصراحه كنت مسحول في حوار انت بتقعد حياتك كلها تدرس في الاخر عشان تشتغل عند حد هو اللي يستفيد بكل الفلوس وانت تحت. في الاخر يعني بصيت للموضوع، هو انا ليه هقعد احارب عشان ابقى فوق الناس اللي هي فوق خالص وانسى حاجات كتير او اخسر حاجات كتير؟ مش بقول هنا ان الفلوس مش مهمه وان هي مش مستاهله التضحيه والحرب اللي انا بعملها عشان اوصل للمستوى ده، بس انا بتكلم ان هو في حاجات اهم بكتير من ان احنا نعملها في الفتره دي من حياتنا، اهم من الفلوس 100 مره. لو انت من 16 لغايه اما تخلص جيش، في حاجات كتير اهم من ان انت تشتغل، فاهم؟ طبعا الشغل يعني الشغل في السن ده كويس، انا ما بقولش ان هو غلط، بس ما ينفعش هدفك الرئيسي في الفتره دي يكون فلوس، لان هي كده كده هتيجي. بس احنا المفروض كشباب لسه ما دخلناش الجيش ولسه ما خلصناش كليتنا ولسه طلبه يعتبر، احنا مش مطالبين ان احنا نكون مليونيرات ولا معانا فلوس الدنيا والاخره، لان سعيك ورا حاجه زي كده وعدم وصولك ليه هيخليك مكتئب. لازم عشان يكون معاك الملايين دي لازم يكون عندك خبره على الاقل 10 15 سنه، انت فاهم؟ انت لو شلتهم من عمرك انت هتكون لسه مفطوم من كام يوم، فاهم قصدي؟ طبعا مش هقول لك ان هي مش مهمه لان انت كده ما تقدرش تعيش من غيرها، وبرده مش هقول لك ان هي مهمه لان انت كده مش هتاخدها معاك وانت ميت، فاهم؟ وبنسبه 100% في حاجات كتير هتخسرها قصاد حاجه هتكسبها، سواء صحه او وقت او محبه اللي حواليك ليك. والحاجات دي نفسها اللي الناس اللي معاها فلوس عمرهم ما قالوا ان هي مش مهمه، ده بالعكس ده معظمهم بيقولوا ان دي حاجات مفتقدينها في حياتهم. في حاجه كنت عايز امنشنها في اخر الفيديو، محمود الدره مخصي